دينا ومصممة الديكور والملابس والممثلة ندى محمد. كان سؤالي ندى قبل رفع أذان المغرب، يا ندى أنت بتحبي الأستاذ فؤاد المهندس اللي أثر في أجيال كتير قوي 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 قوي، فأنا قلت يمكن من الفوازير وعمه فؤاد، فقلت بتحبيه مسرح ولا تلفزيون أكتر؟ فقلتي لي مسرح، كلميني. بحب يعني بحب مثلا السك على بناتك. مم. مم. يعني من اكتر المسرحيات اللي حببتني فيه كشخص، حسيته اب عادي بيتعامل مع بنات. حببتني فيه اللي هو تلقائيته، بسطته، وما فيش مش لازم زي المسرح. يعني في انواع من المسرح بيتعاملوا فيها على الاوفر علشان يجذبوا الناس اكتر ان هي أيوه. تتفرج. لا، ده بسطته برضو، والتلقائية البسيطة والهزار العفوي اللي بيخلي الناس تضحك. فده من الحاجات اللي حببتني فيه. بحب المسرح عامة اكتر من التلفزيون، بسبب ان التلقائية اللي ممكن تحصل وتضحك الناس، التلقائية اللي ممكن تحصل وتعيط الناس. هي حبة تلقائية بتجذب ما بينك وبين الجمهور، والتفاعل مع الجمهور بيخليك يعني على طبيعتك اكتر. التلفزيون لا، هو السكريبت لازم تبقى ماشي عليه، حتى لو انت حطيت مثلا تاتش إضافات بتاعك، بسيطة. الجمهور ما بيتفاعلش معاك في لحظتها. لحظة تفاعل الجمهور دي ممكن تزود لك اكتر احساس، ممكن تخليك يعني تعمل احسن من اللي عندك. برضو على خشبة الأستاذ فؤاد المهندس تحديدا على المسرح بنشوف إن هو عنده من السماحة إن هو يخلي الشخصية اللي قصاده تاخد مساحة من الأداء وتتنجم رغم وجوده هو ده، عنده ما عندوش الحساسية دي. ده برضه درس للأجيال اللي بعد كده. احنا كنا بنشوف المسرح كله ساكت عشان خاطر سناء يونس تقول الكوبليهات بتاعتها، والكل بصلها بمنتهى الحب. ما هو ده الحلو بقى في المسرح، ان الكبير بيسيب مساحة للصغير. لا، خد مساحتك، انا اوريدي وصلت لحتة كويسة، فخد مساحتك وقول وانا هسمعك. يعني انت هتقول، هتفرش الافيه وانا هاخد الافيه هقوله وخلاص. يعني زي الكورة هات وخد. بالظبط. فهو ده الحلو في المسرح، يعني هو دايما سايب المسرح. لا، مش انا الكبير، مش انا المسيطر هنا، لا، انتوا انا كلكم المحب. بالظبط. انا اللي لاممكم في حضني، انتوا اتكلموا وانا هلحقكم. لو حد غلط انا هلحق. ده الحلو فيه، ده يعني استاذ فؤاد المهندس برضو يعني هو حاجة الاستاذ عظيمة. مهما رحنا ولا جينا هيفضل اللقب ده هو خاص بس بالاستاذ فؤاد المهندس. قولي لي، عين مصممة الازياء اختلفت في ايه عن عين مصممة الديكور؟ عين مصممة الازياء تختلف في ايه؟ هقول لحضرتك. يعني مثلا الالوان تختلف. يعني مثلا انا كمصممة ديكور ببص على القصة ككل. من ككل. لازم تبقى الملابس اوريدي واخدة فكرة عنها قبل الديكور، انما يعني الملابس بتخصص فيها لوحدها، بعرف القصة، اتخصص في اللبس لوحده، وبعد كده اشوف يعني اقول بتاع الديكور انا دلوقتي عندي 1 2 3 4. ده هيسمح معاك في الديكور، هيقول لي هو بقى يفكر في الوان الديكور. خلاص انتي عملت الالوان دي، فانا هشتغل على الوان تانية علشان تبين اللبس، عشان انا اوريدي لو اشتغلت بنفس الباليتة اللي انتي شغالة بيها اللبس مش هيبان يعني. اخر واحد في العرض مش هيبقى مدرك الصورة بالظبط، بشكل الحاجة هتبقى كويس. كلها واحدة، اللي هو انت مش شايف انت فين التميز ما بين اللبس وما بين الديكور، فين الصورة الكاملة. هو لازم. يبقى البداية عندك أزياء. مهم. طيب يا ترى في عمل انت خدتيه جمع ما بين الأزياء والديكور الاتنين مع بعض؟ ويا ترى في حالة ان انت ديكور بس بتعملي ازاي مع الملابس؟ بص، هو انا الصراحه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش ديكور منفصل عن اللبس. يعني اشتغلت مره واحده ديكور كان اساسي، الديكور بتاعي والملابس بتاعتي. فانا كنت حاجه، يعني كنت مكمله الاتنين مع بعض عشان انا فاهمه الرؤيه كلها. كنت صراحه نفسي اعمل برضو المكياج، بس قلت ان انا هتحط في وان مان شو، انا اللي بعمل كل حاجة. بالظبط، هتحط في ان انا بقى لود عليا قوي واخاف اتوتر. فساعتها قلت لا خلاص، هكتفي بالملابس والديكور، والمكياج صديقتي هي اللي عملتهولي، فالدنيا ظبطت مع بعض. بس كنت ملمة بقى بالعرض علشان كان الديكور جزء من الملابس. يعني دولاب مثلا متحرك، فعملت ظرف الدولاب وعملت فيه استك وحاجات علشان يبقى الولد لابسه فيبان ان هو ظهره دولاب قدام بني ادم، اوكي. والتاني ضرفة تانية فيقفلوا على بعض يبان دولاب قدام الجمهور ان هو دولاب واقف.
الناحية التانية عملت مثلا شوفونيرة بتتمسك في الايد وحاجة ملبوسة على الظهر، فتقوم موطية وماسكة دراعها كده، فالشوفونيرة باينة للجمهور، تقوم تقف اه تبقى بني ادم. فعلا العمل ده ما ينفعش يتجزأ فيه شخصية مصممة الأزياء عن مصمم الديكور، مهم. لازم يكون شخصية مع اني واحدة. اتعاملت مع الديكور كديكور بجد، كان هو خشب وحاجات فعلية، هم شايلين خشب وبدق مسامير والحاجات دي، بس اوريدي منفصلة، وبحاول الفق فيها بقى الاستيك والحاجات دي علشان تظبط مع اللبس. واللبس برضو كان تابع معايا الاكسسوارات علشان تبين ان هم روبوت، عشان هم مفروض انسان آلي، فبيتحولوا لبني ادمين شوية ويتحولوا الحاجات لاشياء شوية. فاهمة الصورة، فاهمة فكان الصورة. معاه شوية اكسسوارات برضو انا اللي كنت عاملاها، يعني عبارة عن حاجات تتلبس في الايد والرجل وحاجات فوق الدماغ علشان تبين الصورة كاملة ان هم روبوت. مين اللي جاب رجلك في التمثيل؟ آه الكلية، يعني قوليلي كاست قوليلي. الكلية. آه واحد صديقي جدا اسمه احمد مراد، اول ما دخلت الكلية اتعرفت عليه، فاللي هو تطلعي المسرح، اطلع المسرح، ايه المسرح ده، انا بتفرج دايما عليه، معرفش ان في الجامعة في مسرح. طلعت اتبسطت جدا، اللي هو يلا عرفي نفسك. يعني ايه اعرف نفسي؟ اعرف نفسي قدام الناس دي كلها؟ كنت خايفة جدا. بعد كده اللي هو واحدة واحدة، لا اتعرفت على الناس كلها، بعد كده بقيت واخدة حريتي اكتر، بتكلم براحتي، بقول لهم انا عايزة اقوم اجرب، يعني حد بيقرا شخصية معينة، لا انا عايزة اقوم اجرب واعمل، وعملت الحمد لله حاجات أنا لطيفة في أنا الجامعة. أول ما دخلت أنا قلت البنت دي أكيد ممثلة كوميدية، لازم هتكوني في إطار خفة الدم ومش الحاجات اللي فيها نكد. التمثيل ضاف لك إيه كمصممة أزياء وديكور؟ التمثيل ضاف لي ايه؟ ضاف لي ان انا ابقى حاسه بالممثل، يعني انا لو كنت بعمل ازياء بس من غير ما ان انا ابقى اشتغلت ممثله، صراحه مش ما كانش هيهمني اللبس ضيق عليهم او مظبوط او واسع اه والدنيا ابتديتي دي. تحسي بيهم. بالظبط، يعني انا بقيت دايما همي وانا مصممه ملابس ان انا اشوفهم مرتاحين في ايه، ده مريحك وانت لابسه، خد كل حركاتك كلها، اعمل المسرحيه دلوقتي كلها وانت لابس اللبس، قول لي ايه اللي هيبقى مضايقك هحاول اعدله، علشان لو اللبس بجد خانق على الممثل ما بيبقاش واخد راحته، الموضوع بيبقى بيبقى فيه. 111 اوريدي على وشه بالظبط، وبيبقى موجود. مشتت. في ناس بتعرف تتعامل بده حتى لو اللبس محترفة. بالظبط، اللي هو اللي اول مره دايما بيبقوا خايفين من اللبس ومن المكياج ومن كل حاجه، وعايزين وخايفين على شكلهم، لا انا هطلع ابوظ لكم العرض. وأضفت لك إيه الممثلة للديكور؟ الممثله للديكور مكان مريح، يعني انا لما انا ادخل مكان مريح ما ووسط. تحركش اتخبط أو بالظبط، حاجة. ودايما بحب الديكور صراحة الثابت اكتر من الديكور المتحرك، يعني بحب مثلا الديكور اللي هو فيه مشهد واحد، فهو العرض كله في المشهد، يعني في اللوكيشن ده قصدي، فاللي هو هيبقى لطيف، انا خلاص خدت عليه، فبقيت طالعة داخلة على اساس ان هو بيتي مثلا، فخلاص حاجة انا واثقة فيها، وحاجة انا عارفة اماكنها فين. تغيير المشاهد الكتير كديكور انا بحبه لوحده، انما كممثلة ما بحبوش، بسبب ان انا المشهد ده بقى اللي هو الكام. الحركة بقى بالظبط، هعرف ادخل ما بين الكرسي ده، هعرف اعدي، ولا يا ترى حاجه هتشبك في اللبس، هيشبك حاجه هتكعبل، ببقى دايما كممثله عيني في وسط راسي، دايما حافظه، لازم احفظ اماكن كل حاجه هتتحط فين بالظبط علشان ما يحصلش اي خطأ في المسرح. كديكور ما بيبقى هممنا نحط الحاجه مظبوط، بس مش يعني لا، يعني انا مش كنت حركة الممثل بالظبط كمان هتبقى هقول مهمة. لهم طبعا، بس انا كنفسي هبقى متوتره عليهم، وهبقى خايفه انا كممثله ومصممه ملابس وديكور، فببقى حاطه نفسي مكانهم. لو حاجه حصلت، يعني انا اللي هبقى هشيل الذنب مش هم، انا اللي هبقى خايفه عليهم اصلا اكتر من المخرج ما بيبقى خايف عليهم، بس فده بيحسسني بيهم اكتر. أسرة دورين انت عملتيها ملابس، كلميني عن العرض ده، وده عرض مهم مش حاجة من البساطة يعني. عرض أسطورة دورين، أنا الحقيقة كلموني فيه قبل العرض تقريبا ب5 أيام، يا قالوا لي الحقينا عندنا عرض كمان 5 أيام، وهو مهرجان الجامعة بيبقى دايما العروض كلها ورا بعض، يوم 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 يوم. كنت مشتغلة في 3 عروض ساعتها، فأنا والثلاث عروض ديكور ملابس. ملابس. تمام. فساعتها اللي هو قلت لهم انا مش عارفه، يعني ممكن اجي احضر جنرال، هعرف منه هعرف اشتغل معاكم ولا لا، علشان انا عندي عرضين تانيين. وصراحه فكره العرض عجبتني جدا. يعني لخصي لي العرض.
تفاصيل العرض لخصي مش تفاصيل. ألخص لك العرض. هو عرض بيتكلم عن، يعني هو أسطورة، بيتكلم عن ان هم في البحر وبقالهم كتير في البحر وعايزين يوصلوا احنا بنعرض طبعا ملابسك اهي على الشاشة، كملي كلامك يا ندى. عايزين يوصلوا يعني كتاب معاهم، كتاب اسمه دورين، عايزين يوصلوا لجزيرة معينة يعني هيلاقوا فيها كل حاجة تبسطهم. بس ففي مثلا معانا 15 ممثل على عدد كبير. ده غير الثلاثة الحريات اللي بيحكوا القصة بقى، اللي هم المفروض حريات البحر، فهم قاعدين الأمارات دول اللي على الشاشة معانا دلوقتي دي الحريات. فهم كانوا عاملين مسرح غنائي شوية، فهم كانوا بيغنوا ويحكوا القصة بغنى. هو مناسب لشخصيتك، الحاجات الخفيفة برضو خلينا نقول، والأقرب لينا احنا كمان لنفسيتنا. بنحب الحاجات اللي نضحك فيها ونتبسط، الحاجات اللي هي تفرفشنا وفي نفس الوقت بتحكي قصة مفيدة فيها مضمون مهم ورسالة مهمة. ده حلو وده صعب. حلو وصعب، وعشان كده حبيته كمان، علشان حكايه انا ما كنتش عملت قبل كده حريه بحر، فقلت ده ريسك. انا معايا دلوقتي 4 ايام يعتبر، بعد ما اجيب القماش والخامات معايا 4 ايام اصمم بقى فيها 18 طقم ويطلعوا حلوين. المخرج اتكلمتي معاه قلتي ايه في الوقت ده؟ يعني المخرج كان متوتر جدا. انا اصلا بيصعب عليا المخرجين بتوع الجامعه، عشان بجد الوقت والميزانيه ما بتبقاش سامحه خالص ان احنا نعمل حاجه كويسه بشكل حلو قوي، والناس كلهم والشباب بتوع الجامعه بيبقوا طموحين وعايزين يطلعوا الحاجه بشكل حلو قوي قوي، وده لا يسمح مع الميزانيه ولا مع الوقت. الصعوبات ميزانيه ووقت ولا ايه كمان؟ ميزانيه ووقت بس. لو ده توفر لشباب الجامعه كلهم بجد هيبقوا في حته تانية. العرض ده اضاف لك ايه؟ انت شغاله في عارضين ملابس وده جه في 5 ايام انا هقعد اشتغل، اضاف لك ايه؟ اضاف لي ان انا اعرف اتحكم في وقتي اكتر، ان انا اعرف اظبط وقتي، وان انا اعرف اهتم بحاجات، يعني اهتم بالاولويه. اولويات. يعني اولويه العرض ده كان 3 حريات. اول ما خلصتهم اللي هو ارتحت شويه، وبعد كده خلصت قد ايه من العرض كده؟ خلصت حوالي 40% من العرض صح؟ بالظبط. الباقي كله يعني بقيه ال 15 ممثل هي يعتبر لبس بحاره، لبس يعني شباب عاديين، بس فيهم ان هم في البحر بقالهم مثلا حوالي 2 3 سنين، فما بيغيروش، فاللبس اللي متقطع منه شوية. وحكاية ان في ارملة، هو المفروض في ارملة بتطلع من البحر تبوظ لهم حاجاتهم، تبوظ لهم حياتهم، تبوظ لهم، يعني هي متاخد عنها ان هي النحس بتاعت السفينة، فكانوا عايزين ينزلوها من على السفينة. كل الناس بقى عرضت ده، فطبعا اللي طالعه من البحر علشان طالعه لهم على السفينه دي كل الناس كارهينها، فدي لبسها هيبقى عامل ازاي؟ لبسها بقى لها قد ايه في البحر عايمه علشان تطلع باللبس شكله ازاي؟ فلازم اللبس يبقى مهري شويه، كلور مطرح البحر والملح، واللبس يبقى متاكل. فيعني دي شخصيه برضو من الناس اللي كانوا مهمين بعد الثلاثه. بعد كده القبطان، بعد كده بنت القبطان، لازم حاجات تفاصيل تميزهم عن بعض. وواحده اسمها حريقه كانت بتعمل الطبخ وبتقعد تحرق في السفينه. وواحده تانية في السفينه مش في الاكل، في لا السفينه في السفينه عاملين هي بني ادمه عاديه، بس عامله ان هي بغبغان بتاع القبطان. مش القبطان دايما بيبقى بس بني ادمه ومركبين لها ريش وحاجات، انت البغبغان بتاعه. حتى كانت بتتعامل ان هي كده طول العرض، وكانت حلوه قوي بصراحه. يعني انت حابه العرض؟ انا بحب العرض ده قوي. طيب وبحب اغانيه وبحب لبسه والعرض ده خدت فيه جايزه اصلا في مهرجان ابداع، خدت افضل ملابس، فالعرض محبب لقلبي. مع طبعا المجهود اللي هو كان في وقت قصير بس مجهود مضاعف، ربنا كلل ده من نجاح. دي حقيقة. ده حلو جدا. هنروح للديكور بقى وعرض اتش 120، كلميني عن العرض. ده العرض المختلف اللي كنت لسه بقول لحضرتك عليه، ان انا عملت له الملابس في الديكور. فالديكور كان جزء من اللبس، اللي هو خشب وقطع اساس دولاب وكومودينو. كانت شقه كده. هي يعتبر كانت شقه بشخصيات متحركه. شقه بشخصيات. فكانت بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي والتطور اللي احنا واصلين له وبنوصل له. هو بيتكلم على فكره ان انا دلوقتي لو حطيتك تحت ضغط هتعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي بخيرك ما بين كذا اختيار، والاختيار فعلا كان في المسرحيه. يعني كانوا عاملين QR لكل حد مع البامفلت، تعمل QR وتقول هتختاري الاختيار الاول ولا التاني.
فلما بيختاروا بيظهر على الشاشة الاختيار، وبعد كده بيعملوا، يعني هم كانوا عاملين مسرحيتين في بعض. انت لو اخترت الاختيار الاولاني هكمل في سكة، لو الجمهور اختار الاختيار التاني هيكملوا في سكة تانية. فاحنا ايوه. كنا عاملين ديكورين اتنين، يعني اكننا بنعمل عرضين، اتنين ديكور واتنين لبس واتنين كل حاجة. والجمهور هو اللي بيختار الجمهور هم هو اللي بيختار ساعة هيختاروا ايه من العرض. الاختيارين. حلو التفاعل ده. طيب ايه اللي تعبك في الديكور واللي تعبك في الملابس؟ كان انهي اكتر؟ يعني احنا معانا العرض على الشاشة بنعرضه، قوليلي. الديكور كان هو اللي متعب اكتر، علشان مثلا هو البطل. بالظبط. هو لو دلوقتي اختاروا اختيار ان هم في البيت، هيبقى كومودينو ودولاب. كومودينو ودولاب وترابيزات بقى وشيلات وكراسي والحاجات دي. والناحية التانية لو اختيار الشارع، هيبقى فيه بقى شجر وفي شارع وفي وعربيات بقى. عربيات وفي الحاجات دي. فأنا معايا الحاجتين، فوقت تنفيذ العرض يعني لما أعرف بقى، لما أسمع الجمهور اختار ايه ويبان على الشاشة، أبتدي أجهز مين اللي هيدخل. فتنفيذ العرض كان صعب جدا جدا، وكان لازم يبقى معايا ناس كتير، وكان فعلا في ناس كتيرة واقفة معايا في الكواليس، اللي هو اختاروا اختيار ايه علشان نلبس مين. يعني هيلبسوا دلوقتي الشلت ويطلعوا يعملوا كراسي، ولا هيلبسوا الشلت الناحية التانية ويعملوا عربيات وحاجات العربية، ولا هيعملوا ايه؟ العرض ده اخدتي وقت قد ايه في تجهيزه؟ ما تقريبا تقوليش 5 ايام، لا ده لا ينطبق عليه قاعدة ال5 ايام. لا، ده كملابس وديكور واكسسوار ده خدت تقريبا 15 يوم او 10 ايام، يعني من 10 ايام ل 15 مش يوم. كتير برضو. مش اخدتي جوائز عليه؟ خدت جايزة ديكور، خدت مركز ثالث في جامعة القاهرة في المهرجان. كويس برضو. ده شيء معتبر في عرض بالصعوبة ده. الحمد لله. بس انا ساعتها ما كنتش متخيله ان انا ممكن اخدها بصراحه، عشان كان في ناس كتيره بانيه ديكور على المسرح وخشب كتير وحاجات. انا كنت عامله تفاصيل بسيطه بخشب والكلام ده، بس كان باين ان هو بسيط بالنسبه لهم، بس كانت فكره جديده. يعني اللجنه لما اتكلمت معاها قالوا لي ان هي فكره جديده لحكايه ان الشوفونيره تقفل قدامنا على المسرح، ان الناس تبقى بني ادمين عاديين مره واحده يقعدوا، تبقى شوفونيره وفي محطوط فوقيها فازه ومحطوط فيها حاجات، فاللي هو حلو ايه حلو. ده. فكانت الفكره مميزه برضو، دي حاجه من اللي خلتني اقبل العرض. يعني كان نفسي اعمله برضو مكياج بس. بس مفيش وقت. افنجر بالعربي كممثلة، كلميني عنه. اخر عرض ليا مثلت فيه قبل مثلتي ما دور ايه بقى؟ قولي. كنت فرفوشة اكيد، فرفوشة ودمك خفيف، كنت قوليلي. عامله، حضرتك عارفه دوبي اللي كان في اسمه ايه، هاري بوتر، ايوه. اللي هو الكائن الصغنطوط ده. انا كنت عامله الكائن ده، هو بطلع في مشهد اخير بقول لهم ان انا وصلت، بس انا كنت بتكلم اصلا باللغه العربيه. وان انا كائن بقى، جيت لهم بقول لهم ان انا سيدي يعني جابني هنا، هو اللي جابني هنا علشان اقول لكم شويه معلومات واحذركم من حاجات. فساعتها كنت داخله اللي هو بعمل صوت مختلف بقى وكده. كده يعني. بالظبط. انا كنت تخيلت. عامله كاركتر مختلف وبطول في الكلام، وكنت انفذ ما يطلبوا مني واعمل كده حاجات غريبه. طب سبتيني ليه؟ انا اقول، انت قولي. كنت بعمل حاجات غريبه، بس كانت حلوه وكانت عجباني. يعني كان الدور صغير شويه بس، لكن انا كنت مبسوطه بيه جدا. هو اصلا ما كانش موجود في العرض، ولكن انا اجتهدت شويه وكنت بتحايل على المخرج كتير ان انا عايزه افضل موجوده في العرض وعايزه اعمل حاجه. ولكن انا اوريدي حصل لي ظروف، انا كنت هبقى في شخصيه تانية، ولكن حصل لي ظروف بتاعه مشروع تخرج، سافرت اسبوع وسبت العرض، رجعت فما كانش فيه وقت. فيا دوبك فيا هاخد دوبك حاجة بسيطة بالظبط. كده اضافة للعمل. ولكن الحمد لله ظبطت معايا الحمد لله، وكانت حلوه قوي. ناس كتيره طلعت اللي هم قالوا لي ما كناش عارفين ان ده انتي. والعرض اللي قبليه كنت عامله بطله العرض اصلا برضو في كاست اثار. قوليلي كان الدور ايه والعمل كنت ايه؟ ام شريره. لا 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 كنت لا ام لا. شريره. بفرق ما بين ولادي الطيب والشرير، والطيب ما كنتش بحبه، كنت طبعا بحب واكله حقه، ما هو طيب بتاكل حقه على طول يا بنتي في الزمن ده. فاتحول بقى، هو بقى يعمل حاجات غريبة، بقى ينفسن على اخوه، بقى يحب حبيبة اخوه، بقى يعمل حاجات غريبة، ودايما انا كنت بحب التاني. بس
قعدت اعيط في الاخر. عادي بقى شريرة بس يعني من جوه طيبة. الفينال كان ليا مونولوج، يعني كنت بدور عليه عشان اوريه لحضرتكم بس ما لقيتهوش للاسف. طب قولي لي، ما بين الديكور والملابس والاكسسوارات والتمثيل، قلبك بيدق اكتر لمين؟ تمثيل. بس قولي لي. للاسف يعني بعد احنا كمجتمع هم دايما بيبقوا فاكرين ان التمثيل فيه حبة تنازلات، حبة حاجات، بس مسرح الجامعة ما فيهوش كده. فعشان كده كان مسموح لي في فترة الجامعة التمثيل. بعد الجامعة اللي هو لا، نشوف اي حاجة تانية. لو انتي بتحبي المسرح خليكي في مثلا في الملابس، خليكي في الديكور، خليكي في اي حاجة تانية بتحبيها الا التمثيل علشان العيلة بقى والكلام ده. بس بالرغم يا شيخ ان انت مخطوبة لممثل مقتدر، يعني في محمد عبد الله طبعا، يعني ازاي هو بيشجعني بصراحة. محمد ما عملش حاجة مع العيلة ولا قالك اصبري بس؟ لا انا كده بفتن عليكم، لما نتجوز وبعدين اخليكي تمثلي، قولي لي. يعني هو من ده على ده، هو قال لي لو في فرصة تمثلي فيها وحلوة ومع مخرج واضافة ليكي. بالظبط هتتعلمي حاجة، اعملي كده. هو مش معارض ده. لكن هو لغاية دلوقتي ما جاتش فرصة ان انا ارجع تاني للتمثيل. لكن لما بتيجي فرص اللي هو بحاول بدخل اساعد مثلا في الاخراج، اشتغل مع صحابي على التمثيل، مثلا حد عنده عرض او حاجة بساعدهم شوية. يعني بحاول ارجع بس من ناحية تانية برضه. بحس اللي بيشتغل مسرح يقدر يلعب كل الادوار. دي يعني حقيقة. انا المره دي بتاعه ديكور، المره الجايه بتاعه ملابس، ما فيش مشكله ان انا اتعرف على الاضاءه واحط الموسيقى والدراماتورج وخلافه. دي حقيقة. ليه المسرح وان مان شو انا ممكن العب كل الادوار بمنتهى السلاسه؟ علشان هو كيان واحد، هو حاجة واحدة. يعني مثلا حضرتك النهاردة بتجهزي ونازلة، انت اللي بتختاري مثلا الفستان، انت اللي بتختاري هتسرحي شعرك ازاي، انت اللي بتختاري هتلبسي حلق ايه، انت اللي بتختاري هتلبسي شوز ايه. فهو الممثل يعني اول ما يبقى معايا النص اقدر ساعتها بخيالي ارسم كل الحاجات دي. ارسم مثلا انا هبقى كممثلة هلبس ايه، الديكور حواليا هيبقى عامل ازاي، الموسيقى اللي انا سامعاها في ودني اللي انا شغاله عليها وبقول الكلام وبقول المونولوج بتاعي، الاضاءه مثلا هتبقى خافتة شويه ولونها اصفر ولا هتبقى لونها ازرق، على حسب المود بتاع العرض. انا دلوقتي شريره ولا طيبه ولا بقول ايه، هزار وفن والدنيا دي ممكن نلعب في الاضاءه بالوان مختلفه. مبهجه بقى. بالظبط. بس. طيب قولي لي، يعني انا حابه اعرف منك اخيرا بكره شايفاه ازاي؟ ده سؤالي الاخير ليكي. يعني كندا. كندا مش في دعاء ولا كان محمد طبعا. لا يعني شايفاه باجتهاد الشباب وباجتهادنا ان احنا هنعمل حاجة كويسة في كل، يعني في مصر كلها، في كل الشغلانات، في كل حاجة يعني. بالاجتهاد والعمل بالظبط. والصبر كمان. بالظبط. مصممة الديكور والملابس والممثلة الواعدة ندى محمد، نورتينا وشرفتينا يا ندى. نور شكرا حضرتك، لوجودك شكرا معنا. ليك. ده بالتأكيد احنا في انتظار ممثلة كوميديانية من العيار التقيل. أنا بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. بكرة يتجدد لقاء جديد وأسرة جديدة. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه.